بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا كفته مشويه. بسم الله الرحمن الرحيم. لحمتنا بلدي اهي، لسه جايه من عند الجزار. اطعام. عندنا كفته مشويه وعندنا محاشي مشكله. طبعا دي مش الكميه كلها، جبناها سمغناها بس في التلاجة شوية، عملناها ببصلة. بسم الله. توابل كفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا جماعة الكفتة بتاعتنا البلدي من مطبخ لولو. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكفته بتاعتنا، الكفته من مطبخ لولو، كفته لحمه بلدي. دول 10 كيلو من اللحمه المفرومه، خدناها وشين. قولي للجزار عايزين نفرمها على وشين. لكل كيلو لحمه مفرومه حطينا بصلايه متوسطه وملح وفلفل، تمام، وشويه بهارات كفته، بس مش اكتر ولا اقل من كده. اللحمه بتبقى فيها نسبه دسم، اللحمه المفرومه فيها نسبه دسم، وبنخلي الجزار بتاعنا يفرمها لنا على وشين. احلى كفته. بعد كده بعد ما حطينا على كل كيلو بصلايه وبهارات من الكفته، تمام، هنحط سنه بيكنج باودر معانا عشان تبقى الكفته بتاعتنا مفرغه وحلوه، ما تبقاش مكتومه. وهحط بالظبط معلقتين 3 دقيق عشان الكفته تمسك على السياخ ما تنحش. والاضافات بتاعتنا ممكن نحط شويه بقدونس، وهنعجن ده كله مع بعض وهنرجع تاني. كفايه بقى كده، ده شويه زيت بس. انا بس عشان لقيت الكميه كبيره فقسمتها على بولتين اهو كده. خلاص عجناها كويس جدا. يبقى انا عملت اللحمه البلدي بتاعتي بتاعت الكفته، جبتها حطيت على كل كيلو لحمه بصلايه وملح وفلفل وشويه بهارات. طبعا اللحمه بتاعتي بيكون فيها نسبه دسم، تمام، زي ما احنا شايفين كده. خلاص. وقمت ضايفه من عندي شويه بقدونس بعد ما جيت من عند الجزار، وشويه بيكنج باودر، ومعلقتين دقيق عشان العجينه تلم معايا. وبفضل اعجن كده لغايه ما كله يدخل في بعضه. على قد ما تقدري اعجني، بس بلاش كبه تاني. خلاص بلاش كبه ولا بلاش مفرمه تاني. بقت عندنا بالشكل ده. الناس اللي بتسأل نوع اللحمه بتاعتنا ايه، اللحمه بتاعتنا اهو لحمه بلدي، لسه جايه فرمين الكفته عند الجزار بتاعنا. ده طعام. ان شاء الله نكمل بقيه الفيديو مع بعض بعد ما نشوي الكفته ونعمل المحاشي المشكله معانا. اتعجنت اهي، نعملها بس كده وزي الفل. طبعا المفروض ان انا اسيبها ساعه ترتاح، بس انا هوريكم احنا بنعمل ايه. عملنا ايدينا شويه زيت، تاخدي كوره كده بتحطي سواء في سياخ، ده مسن سكاكين طبعا احنا عشان في الفيديو، بس احنا بعد كده هنعمل على سياخ على الشوايه. صباع الكفته اهو متماسك معاكي زي الفل. اللي بعده حسب، عايزه حجم كبير عايزه حجم صغير زي ما انت عايزه اهو. الكفته بتاعتنا اهي تكون مفرغه من هنا ومفرغه من هنا وزي الفل. عايزه تعمليها كده تحطيها في الصينيه
وبعد ما تطلع تقومي حاطه فيها شويه فحميه اوكي، عايزه تعمليها بسيخ على الشوايه برضو اوكي. ادي كفته لولو، كفته من مطبخنا، لحمه بلدي 100%. الف هنا وشفا يا رب على اللي هياكله. لقيتي اللحمه هتلزق في ايديكي تحطي زيت. زي الفل، صباع متماسك اهو زي الفل. نعمل واحد كمان مع بعض، بعد كده هوريكم الشكل النهائي بتاع الاطعام بتاعنا الكفته الجميل، وربنا يا رب يتقبل. تمام، وهكذا عندك عزومه عندك اي عدد، ادي الكفته بتاعتنا. بصوا الصباع متماسك، خرمها عشان تستوي، هتطلع هشه وجميله.